البيت مش مجرد مكان نرجع له آخر اليوم، ولا 4 حيطان وسقف والناس عايشة جواه. البيت الحقيقي هو اللي بنرتاح فيه نفسيا وعاطفيا وروحيا. البيت مش بعفشه ولا أساسه، البيت بأهله، بجواه، بكلامه، بنظراته، بطريقته. لو كل واحد فينا بص لنفسه وسأل هو أنا بضيف إيه للبيت؟ هل بضيف له راحة؟ هل بضيف له كلمة حلوة؟ ولا أنا سبب التوتر اللي جواه والشكوى؟ لما الأب يختار هدوءه بدل العصبية، ولما الأم تختار الكلمة الطيبة بدل النقد، ولما الأولاد يتعلموا يسمعوا ويشكروا، عارف ساعتها روح البيت بتتنفس. على فكرة كلنا مسؤولين عن الجو اللي بنعيشه. البيت ممكن يبقى جنة لو كل واحد خفف عن التاني، وممكن يبقى سجن لو كل واحد شاف راحته بس. عارف النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سيدة عائشة شهدت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: كان في مهنة أهله، يعني كان صلى الله عليه وسلم بيساعد في شؤون البيت، مش تكلف ولا واجب، لكن رحمة ومودة وسكينة. البيت مكان لتصليح النفس ومعالجة الأرواح وتربية القلب. لو الكلام بيريح اتكلم، ولو الصمت بيطمن اسكت، ولو الابتسامة بتخلق فرق ابتسم. مفيش حاجة اسمها هو المفروض يبدأ أو هي اللي غلطانة أو العيال مش مقدرين. في حاجة واحدة اسمها أنا هبدأ علشان البيت يستمر.